نعم أعزائنا المشاهدين، الحديث عن أبرز محطات ثورة 19 من تموز من انطلاقة الثورة وبناء المؤسسات إلى مواجهة الهجمات والتحديات التي رافقتها خلال السنوات الماضية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ يونس بهرام رئيس المنتدى الألماني الكردي. أستاذ يونس، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محمد، وألف مبروك لشعب روج آفا ثورتهم وإنجاح ثورتهم. نعم، جزيل الشكر أستاذ يونس. أستاذ يونس، لماذا تعد ثورة 19 من تموز محطة مهمة في تاريخ المنطقة؟ هي حتما محطة مهمة جدا في تاريخ ليس فقط روج آفا بل في تاريخ كردستان مجملا، وأيضا في شهر تموز. يبدو أن شهر تموز وشهر آذار هي في كلا طرفي دجلة في باشور كردستان وروج آفا كردستان لها معاني ودلائل كثيرة في الثورة الكردية، في ثورات الكردية أيضا مجملا. لكن ثورة 19 تموز لم تعد فقط هي السيطرة العسكرية على الأرض، بل مثلت تجربة سياسية فريدة من نوعها في الشرق الأوسط المختلط بخلافاتها السياسية والجيوسياسية هناك. لذلك ثورة 19 تموز أتت في وقت كان الكرد بأمس الحاجة لها، يعني كان الكرد من طريق الأحزاب الكلاسيكية الكردية كانوا باتوا يفكرون عندنا في الجزيرة الكردية بأن عدد 2 من شرطة أزلام النظام البائد باستطاعتهم أن يقضوا على الكرد كلهم ويزتونهم في نهر الخابور. هذه الفكرة قضت عليها ثورة 19 تموز وباتت لها جيشا جرارا. من كان يفكر بأن الكرد يوما ما سيصبحون عضوا في التحالف الدولي في مقارعة الإرهاب الدولي؟ من كان يفكر بأن الكرد يصبح لديهم تجربة استراتيجية سياسية في هذه المنطقة وتكون لهم هيبة وقوة، وأن يبنوا اقتصادهم بذاتهم وأن يديرون إداراتهم وأن يصبحون صاحب إدارة ذاتية في مناطقهم رغم كل المشاكل في الشرق الأوسط الجديد؟ من كان يفكر بأن يتحول الشعب الكردي من فتح دورات بالسرقة للغة الكردية بالخفي للغة الكردية إلى فتح مدارس وجامعات كلها باللغة الكردية؟ هناك من كان يفكر بأن يستطيع الكرد عن طريق ثورة روج 19 تموز في روج آفا بأن يوحد الكرد قلبا وقالبا في جميع أنحاء كردستان، أن تصبح أربيل مرجعية كردية لروجهلات وروج آفا وأيضا في باكور مجملا. يعني هناك ليس فقط مسألة السيطرة العسكرية، وبالطبع مثل بقية الثورات الأخرى أيضا ثورة 19 تموز لم تقل قيمة من ثورة مانديلا في جنوب أفريقيا حينما قضوا، لكن الفرق الوحيد هو أن عدو الكرد ليس فقط عاصمة الدولة التي نحن نريد أن نكون معها، بل هي عواصم عدة ضدها. لكن الثورة بكل أفعالها وقوتها ومبدأها هي لم تقل من كل الثورات العالمية. لذلك في كل هذه الثورات هناك أيضا نكسات. قلنا في الإيجابيات نعم نحن في نكسة كردية، لكن لدينا الأمل أن نجتاز المعركة ونحن ما زلنا في خضم. يعني أستاذ يونس، ما أود القول ما الصعوبات والتحديات التي واجهت هذه التجربة؟ التحديات قلت مسبقا أستاذ محمد بأن نحن لسنا فقط في حرب أو في العمل مع جهة واحدة. نحن لا نعاني فقط من نظام في دمشق، بل نعاني أيضا من أنقرة ومن دول أقليمية أخرى، وكذلك أيضا التحالف الدولي. يعني هناك يجب الكرد أن يعملوا على عدة اتجاهات، وهذا هو ما لا يستطيع الكرد إلى الآن أن يجد العامل الذي من الممكن أن يجتهد به كل هذه الدول الأقليمية والتحالف الدولي أيضا. لكن الطريق أمام الكرد في إيجاد استراتيجية جديدة في هذه المنطقة، والحل قادم إن شاء الله.
أستاذ يونس، من خلال وجهة نظركم ما مستقبل هذه التجربة في ظل التطورات الحالية؟ التجربة أظن هي تجربة فريد من نوعها في هذه المنطقة الجغرافية في الشرق الأوسط، وتجربة روج آفا هي تجربة ناجحة. نعم، كانت هناك بسبب تواجد سياسات إقليمية تخاف من هذه التجربة، بدءا من السعودية وأيضا حتى تركيا ترى فيها ضد مصالحها. لكن التجربة كتجربة سياسية، كتجربة للحل السياسي في هذه المنطقة، فهي تجربة صحيحة. ولذلك نرى بأن حتى في مسألة الاندماج عسى أن تفهم دمشق هذه السياسة بأن الاندماج هو الطريق الذي من الممكن أن يعيش الشعبان ضمن دولة واحدة، وأن تفهم دمشق أيضا بأن سوريا هي ليست سوريا للعرب فقط حصرا ملكهم، بل هي شراكة لشعوب عدة في هذه المنطقة، ومن هذه الشعوب الأساسية هم الكرد والعرب، فكلنا شركاء، ومبدأ الشراكة لابد أن تقبل في هذه المنطقة لنتهنى كلنا في هذه البقعة الجغرافية. نعم، جزيل الشكر أستاذ يونس بهرام، كنت معنا من ألمانيا. جزيل الشكر على جميع هذه الإيضاحات.